هلو اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. خلاص ما بقاش وقت كتير على العيد، يلا بينا بسرعة نبدأ بسم الله في نواعم العيد. واول حاجة من نواعم العيد هنعمل مع بعض النهاردة الغريبة. هنعملها بالتكنيك سهل جدا ولذيذ. لو بتعملي كمية كبيرة لعروسة او لاوردرات، بصوا، في 10 دقايق هتكوني عملتي حوالي مش اقل من 4 كيلو غريبة. بسرعة يلا بسم الله، لايك وشير ونشوف مع بعض هنعمل ازاي الغريبة بطريقة سهلة جدا. هنبدأ مع بعض بسم الله. كل الحكاية هنحتاج معانا كيلو من الدقيق. هنختار دقيق يكون خاص بالكحك والبسكوت، تمام. وهنحتاج كيلو دقيق هياخد معانا نص كيلو من السمن. لازم نختار نوع سمن يكون جيد جدا، طبعا افضل نوع معانا هو السمن البلدي. طب لو هنختار بلدي هيبقى جاموس ولا بقري؟ لا، هنختار نوع السمن يكون جاموس عشان عايزين الغريبة تكون لونها ابيض كده وجميل، تمام. هنا كانت طالعة معانا من التلاجة، هنديها تسيلة بحيث تسيح سيكة صغير. الغريبة ليها أكتر من تكنيك في الشغل. النهاردة هعمل معاكم بتكنيك مختلف وجميل ولذيذ كنا الحقيقة بنعمله زمان. شايفين هنا السمنة معايا جامدة ازاي؟ أنا طالعة لسه من التلاجة زي ما قلت لكم. بسرعة هاخدها كده أدخلها على الميكرويف تلف نص لفة بس. هنا خليها بس تلف نص لفة، وعلى طول بنزل مقدار السمن في العجان معايا. طب لو ما عنديش عجان عادي جدا، لو عندك مضرب بيض اشتغلي بيه، بس كل الفكره انها تحتاج وقت زياده سيكه، تمام. طيب ما عنديش مضرب بيض، بالمضرب اليدوي. مفيش مضرب يدوي، براحه ايدك كده بكف ايدك، وفي طبق يكون ياخد مساحه كويسه، وتلفي فيه بسرعه يمين وشمال لحد ما تنعم وتيش معاكي كويس جدا. هنا السكر والسمنه بعد ما نزلناهم مع بعض في العجان بدأت تهيش والسكر يدوب، وبقت هايشه كده وجميله، وكمان لونها فتح. لو تاخدوا بالكم لون السمنه نفسها فتح عما كنا حاطينها في الاول، تمام. ببدأ في الوقت ده بضيف عليها كميه الدقيق اللي هي كيلو دقيق، وبرضو اقلبهم مع بعض لحد ما يهيشوا معانا كويس جدا. انا في المرحله دي محتاجه الغريبه او ميكس العجين ده يهيش معايا لاقصى درجه، تمام. طبعا مقدار الغريبة معايا كيلو من الدقيق، عليه 500 جرام من السمن نص كيلو، وعليه 200 جرام من السكر البودر. طبعا السكر البودر بنكون نخينه كويس جدا عشان اي تكتلات بنشيلها منه، تمام. نوع السمن كويس جدا وبيفرق في الغريبة. كل ما تختاري نوع سمن يكون جاموسي ونوع نظيف بيفرق جدا، بيخلي لونها ابيض كده وفاتح، وبيخلي طعمها كده غني وريتشي وجميل جدا. هنا في الوقت ده لازم جدا وانا بقلب وبعمل ميكس تهيش الغريبه، لازم اشيل الكف زي ما شفتوا حالا كده مع بعض، واقلب لان فيه بيكون بعض التكتلات في ارضيه العجان لازم تتشيل. لازم تتقلب سوري عشان خاطر يبقى من فوق لتحت كله واخد نفس الهيشان، ويكون كله كده ممتزج مع بعضه وتمام جدا. بعد كده بقفل عليه برضو العجان وبهيشه تاني ان هو يمتزج مع بعضه ويبقى تمام جدا. هي مرحلة بس الدقيق في السمن. هنا خلاص الغريبة تقريبا داخلة في انها تبقى مخفوقة تمام وهشة كده وجميلة. شايفين هنا لونها ما شاء الله فتح، كل ما بنضربها اكتر كل ما بتبقى لونها فاتح معايا ازاي، تمام كده تمام جدا. نحاول برضو نقلب من تحت ونتأكد ان في ارضية العجان مفيش بعض العجين لسه ما اتخفقش مع بعض. هنا وانا بقلب شفتوا حتى اللون لو تاخدوا بالكم في تشبيحه كده شويه للون السمن، لسه كان محتاج يتخفق تاني، فشغلت عليه نفس الفكره تاني بحيث ان انا اخفقه كويس جدا. كده خلاص تمام جدا. خدوا بالكم برضو مش بكتر العجين، يعني ما ينفعش اقعد اخدم فيه العجينه بتاعت الغريبه زياده عن اللزوم، تمام. هنا بمسك العجينه، بصوا بتلزق في ايديا ازاي. انا كده خلاص وصلت للقوام المناسب جدا. ببدأ في الحاله دي اوقف العجان وشكرا على كده. انا هنا هعمل معاكم الغريبه مش بالطريقه العاديه التكوير، لا انا هنا هنشتغلها بالكيس على طول. هنا كنت بوريكم ان انا معايا اكتر من تب، دي مناسبه جدا لان انا اعمل بيها الغريبه على طول. كمان التب الساده، لكن انا ما حبيتش اعملها الحقيقه بالتب الساده، وبجيب على طول كيس بحط فيها التب اللي انت عايزاه، الرسمه اللي حابه تعملي بيها، وبحط فيه العجين وببدا على طول اشتغل وردات وزتات زي ما انتم شايفين كده معايا. بصوا بتنزل بسهوله وبانسيابيه ازاي، ولا اروع، ولا نكور بقى ولا اي حاجه.
طب لو حابه تكوريها وتعملي الشكل العادي بتاع زمان، عادي خالص، حطيها في التلاجة تشد بس وتمسك نفسها شويه، وتبداي على طول تطلعيها على ما تاخد درجه حراره الغرفه، وتكوري على طول. تمام. هتكوريها في الوقت ده لو عايزه كله شكله ستاندرد مقاس واحد عشان تسويه واحده، بالظبط 7 جرام. هنا في الوقت ده بيكون الفرن ساخن معايا على درجه حراره هاديه جدا. تمام. بالظبط مش اكتر من 140، لو 130 كمان يبقى تمام جدا. بصوا بتنزل بكل سهولة، وتقدري تعملي اي شكل باي طريقة باي تب انت عايزاه، والوردة اللي مش عاجباكي تقدري تشيليها وتحطي غيرها عادي جدا. تقدري برضو في الوقت ده تحطي عليها مكسرات زي ما انت عايزة. تقدري تحطي من اول اللولي المكسرات العادية بتاعت زمان، هتلاقيها برضو عند العطار موجودة جدا. تمام. لحد ما تحطي احسن نوع مكسرات عندك او احب نوع انت عايزاه. تقدري تحطي اللولي، تقدري تحطي سوداني، فستق، لوز، براحتك خالص. هتحطيه على طول هيتحرق منك. طب الحل ايه؟ بصوا زي ما انا عامله كده، حاطه وحدات الفستق في طبق فيه مخفف من عسل النحل. عسل نحل عليه حبه ميه ونخففه مع بعض، وننقع فيه شويه المكسرات اللي عايزه تضيفيها على وش الغريبه، وبعد كده بتشيليها تلزقي بيها عادي جدا، او تحطيها على شكل الغريبه. تمام. عسل مخفينه بميه او شربات تقيل مخفينه بميه، تدي وقتها للمكسرات لمعه وشكل حلو جدا. تمام. تعالوا بسرعه نتكلم على تسويه الغريبه. التسويه هي نص الشغل، تسويه النواعم عموما هي نص الشغل يا بنات. عملنا النواعم بشكل كويس وبتكنيك كويس، ما سويناهاش كويس كده خلاص للاسف الشغل بيقع مننا. طب بنسوي ازاي؟ اهم حاجه للغريبه بنسويها على درجه حراره قليله جدا، بالظبط 140، ولو 130 يبقى تمام جدا. طب وقت التسوية قد ايه؟ مش اقل من 10 دقايق. هنا الغريبة اللي هتعمليها بالكيس بالظبط هتقعد معاكي 14 دقيقة. الغريبة اللي مكورينها بايدينا من 10 ل 12 دقيقة بس، ونطلع فورا من الفرن. تمام. 10 دقايق بالظبط، بعد 10 دقايق نقلب الصاج يمين وشمال لحد دقيقتين كمان بالظبط، ونقوم مطلعينها من الفرن. طب الغريبة اللي بالكيس هنزود عليها بالظبط دقيقتين او 3، مش اكتر من كده. الغريبه ما بتتلونش، بس مجرد ما حاولتي ان انت تهزيها كده معاكي اتهزت خلاص. وبصراحه انا كمان ما بهزهاش، هي بالظبط 13 دقيقه او 14 دقيقه لو انا عاملاها غريبه بالكيس، وبطلعها على طول من الفرن. 10 دقايق ما نمس الفرن ولا افتحه، بعد كده اقوم فاتحاه ومديره الصاج يمين وشمال لحد ما اعدي كمان معايا 3 دقايق او 4 دقايق واطلعه على طول. علشان كده دايما تحاولوا تظبطوا درجة الحرارة قبل أي شغل. ولو عندك ترمومتر فرن يا سلام، هو ده أظبط حاجة حقيقي لشغل النواعم. طول ما انت حاطاه في الفرن وبتتابعي بيه درجة الحرارة انت كده تمام جدا، هتطلع معاكي أحلى نوع غريبة. هنا كمان كنت حطاها معاكم اهو باللولي، حقيقة شكل كده كأنها بترة ورد، حقيقي كانت مديها شكل راقي جدا. هنا بصوا شكلها وهي في الفرن ما بتتلونش خالص يا بنات الغريبة. طيب طلعنا الغريبة من الفرن ما تتلمسش. الفرن الغريبة مجرد ما طلعت من الفرن خلاص ما نلمسهاش، نسيبها تكمل تسوية على الصاج، ونسيبها لحد ما تبرد تماما. يعني لو بتشتغلي بالليل ما تلمسيش الغريبة من الصاج غير تاني يوم الصبح. سيبيها على الصاج مدة ما تقلش من 6 ل 8 ساعات. طب لو مستعجلة او عندك اوردرات او لأي سبب مستعجلة، تقدري فورا تحطيها مجرد ما تبرد يا في الفريزر يا في التلاجة، الصاج بحاله كده. تمام. ليه كل ده؟ علشان خاطر نتفادى نقطة ان الغريبة تبصم معانا. الغريبة بتبصم معانا اللي هو تيجي تمسكي الغريباية تلاقيها عملت معاكي كده. بصوا الشكل، بصوا هنا لونها من تحت اشقر ازاي، يا دوبك اخدت لون بسيط جدا. تمام. مجرد ما تلمسيها وهي لسه كده بصوا بتبصم كده وتطلع معاكي عجين في ايديكي، وتبقى شكلها مش الطف حاجه. لا احنا في الوقت ده بنتفادى ده، ان احنا ما نلمس الغريبه خالص فتره ما تقلش من 6 ل 8 ساعات، وتكمل تسويتها على الصاج بره الفرن براحتها جدا. او لو مستعجله زي ما قلنا بتحطي الصاج بحاله مجرد ما يبرد في الفريزر او في التلاجة، بتمسك نفسها بالظبط ساعتين وتبدأي تشيليها وتغلفيها وتمام جدا. بنغلف الغريبة ازاي لحد العيد؟ في علبة محكمة الغلق، ويا سلام لو نغلفها كده بكيلينج فيلم. هنا بصوا كمان الغريبة الكيس، شوفوا ارضيتها معايا ازاي،
تحفة جدا، ملهاش اي لون، مجرد بس ان لونها معايا يدوبك يغير في وايت بسيط كده معايا الغريبة تمام جدا. لو بتتابعونا لحد هنا اتمنى تحطوا لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن والقناة تكبر بيكم. الحقيقة الغريبة من الحاجات اللذيذة جدا اللي ما بتاخدش وقت، وبسرعة بسرعة تكوني عملتيها، وخصوصا بالكيس حقيقي ما بتاخدش وقت جدا. كل سنة وانتم طيبين، أيامكم يا رب دايما مليانة سعادة وهنا، وبيوتكم مليانة خير وبركة. اعملوا حاجات العيد في البيت، فرحوا ولادكم واملوا البيت كده سعادة، واخلقوا ذكريات جديدة وجميلة للولاد، دايما كده يفتكروا الأيام دي زي ما احنا بنفتكرها واحنا صغيرين. دمتم يا رب في سعادة وهنا. باي باي، كل سنة وانتم طيبين.